اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل، صباح الهنا، صباح الجمال عليكم. صباحكم نادي بنور الله. يلا، عملنا الكشري امبارح ما عجبناكوش، لا فيه لايكات ولا فيه مشاهدات ولا فيه تعليقات. قلنا يلا النهارده نعمل لكم شويه محشي كده. بسم الله ما شاء الله، محشي في الحر يا هناء. والله هي طلبت بقى كده. كنت في مشوار، جيت لقيت البنات عاملين لنا ايه، كان عندنا السوق يوم السبت، انتوا عارفين ان السوق بتاعنا بيبقى يوم السبت. جايبين البدنجان الجميل ده، طلعنا كيس كرنب من اللي متفرز في الفريزر. هنعمل شويه محشي كده زي الفل. تعالوا شوفوا بقى البنات الشاطرين دول هيعملوا ايه، وماما هناء مشيني، ونشوف المحشي بتاعهم ده هيظبط ولا هيعمل ايه معانا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا يا ولاد كده ما تنسوناش في اللايك والتعليق. ويلا كده الناس اللي مش مشتركه في القناه تشترك. وصلونا كده 100,000 بقى يا ولاد. الحمد لله والشكر لله، احنا كده 80,000 او 80,000 اخ واخت. ربنا يبارك لي فيكم كده جميعا يا رب. يلا كده كملوا هناء ال100,000. عايزه نشوف الدرع كده، نفسي نشوف الدرع. ربنا يبارك لي فيكم يا رب. يلا كده حطوا لايك وتعليق، ويلا نشوف المحشي بتاعنا النهارده كده. بسم الله ما شاء الله. تغيير، هو الدنيا حر يا هناء، بس برضو ما تكتريش، اعملوا على قدك يعني. اعملوا حاجه بسيطه كده مثلا على قد الغدا وخلاص. كل يوم رز رز. جيت لقيتهم عاملين النهارده شويه محشي. واشهدوا بقى كده وشوفوا ايه المحشي بتاعهم ولا المحشي بتاع ماما هناء. المحشي طبعا بحب البصل، بصلتين كده حلوين وفرموهم في الكبه، قطعوهم بالسكينه زي ما انت عايز. نحط كده زي ما انتم شايفين معانا ايه. احنا هنشوف الاحداث مع بعضنا كده باذن الله. حطينا كده معلقتين من الزيت ومعلقتين من السمنه اللي احنا مسيحينها. دي السمنه يا ولاد ديت سمنه بقري على جاموسي. انا مسيحاها على بعضها. بسم الله ما شاء الله على ريحتها وعلى طعمها. البقري بتدي لون اصفر وريحتها جميله. والسمنه البيضه برضو طعمها زي الفل. اخواتنا الاسكندرانيه اكتر اللي بيطلب بقري، لكن بتوع القاهره بيطلبوا ايه، جاموس. ولسه برضو الاوردرات موجوده معانا، اللي عايز زبده، اللي عايز بط، حمام، فراخ، يلا كده اطلبهم. وباذن الله معاكم هناء باذن الله، والحاجه كده زي الفل وجميله. والناس اللي خدت قبل كده تكتب لنا برضو في التعليقات، تشجع اللي ما خدش كده ايه ياخد من هناء. ربنا كده يا رب يوسع رزقكم ويوسع رزقنا باذن الله. حطينا البصله، حاطين ميه تغليت، هنشوف هنعمل فيها ايه معانا كده. بسم الله ما شاء الله. كيس صلصه اهو. ديت كانت طماطم، كنا بنروق التلاجة، لقيت طماطم كده كتير في الدرج. حطيناها على البوتاجاز كده، خدت غلوتين، ضربناها وحطيناها في كيس في الفريزر. واعملي كده على طول، اوعي تسيبي حاجه عندك تبوظ. خلي بالكم الدنيا حار، التلاجات شغاله ولا اكنها شغاله يعني. التلاجه بتبقى شغاله يعني، عندنا التلاجه على طول تنزل ميه مع انها جديده مش قديمه ولا حاجه. فاتصلت بحد بتاع تصليح، قال لي ده من الحر، ما تقلقيش يا عم الحاج، ده بتنزل ميه. قال لي هي بتفصل، كتر الحر بخليها تفصل فبتنزل ميه. فبصوا باستمرار، بصوا على الحاجه اللي عندكم في الثلاجات، بص في الفريزر، تابع معاها على طول، شوف الحاجه مجمده فكه. اعملوا حسابكم ان الجو اليومين دول حر والنور بيقطع كتير يعني. احنا والله يا اولاد اقسم بالله النور قطع عندنا النهارده 3 ساعات، من 2 ل5، وجه بالليل قطع تاني بتاع اكتر من نص ساعه. فربنا يعيننا ويعينكم كده يعني. مش عارفه بقى مستجلين بالناس اللي في الارياف مش عاملين لها حساب. بس انا عمري ما نصدق انه يقطع في المدينه كده. عمره ما يقطع في المدينه 3 ساعات ابدا في اليوم. فقولوا لي برضو عندكم بيعمل زينا كده ولا ايه؟ والناس اللي في محافظه المنوفيه زينا كده بيقطع 3 ساعات عندكم كده، ولسه كاتبين كمان بكره 3 ساعات. فربنا يعيننا ويقوينا على اليومين الحر دول. جبنا دكر بط كده بسم الله ما شاء الله عليه. والدكر البط يا ولاد كتفوه قبل ما تدخلوه الفريزر. كتفوه ليه؟ عشان ما يبقاش بالشكل ده. الحاجه لما بتبقى متكتفه كده بيبقى شكلها ملموم وجميل. حطينا لوري، حبهان، جزرايه، قرن فلفل وطماطمايه، فلفل اسود حب، اللهم صل على سيدنا محمد، ورق لوري. ويحط كده حبه ملح، وشغلي كده عليها. اول الحله ما تغلي هد عليها النار. اول النار ما تغلي الحله تغلي هد النار، الحاجه تستوي معاكي بسرعه، وفي نفس الوقت توفري الغاز. ما تزوديش ميه كتير، تبقى الدنيا زي الفل ما شاء الله. كده جوروا الباذنجان، قرنين فلفل عليهم. طلعنا الكرنب كده. الكرنب لما تطلعيه من الفريزر اعملي ايه، اغلي حبه ميه او كاتل ميه، وحط ورق الكرنب في حاجه، وكب عليه كاتل الميه وغطي عليه. ما فيش 10 دقايق هيفك معاك ويبقى زي الفل. مسكنا الباذنجان واحده واحده كده، اغسليه، انفضيه كده مثلا في بذره في حاجه مكان ما احنا مجورين، يتنضف ويبقى زي الفل. حبه ميه في ملح، وحط فيه الايه، الباذنجان. الناس اللي كنت منزله مقطع لرز كده على الفيس، يا هنا انت ما بتلوحيش الباذنجان يا جماعه. الباذنجان طول ما هو صابح ما تلوحيش. انا مش بنلوح الباذنجان الا لما يبقى في التلاجة قاعد اسبوع، اكتر من اسبوع بيدبل، فهنا تلوحيه. وخلي بالكم في ناس كتير حتى علقت جت ايه تلوحيه ديت. التلويح ده يا جماعه بتحط مثلا في الحله حوالي نص كوبايه من الزيت، وبتنزلي بالباذنجان بتاعك وتقلبي فيه تقلبتين 3 كده، وتدفع وتغطيه وتدفع عليه النار. طالما الباذنجان فريش اوعى تلوحيه، بيبقى طيب، بيطيب، بيبقى طيب وزي الزبده. ازاي ما بطيبش معاكم مش عارفه.
فاللهم صل على سيدنا محمد. واللي بلوح يلوح يعني، بس انا بقول لكم هو كده اخف واطعم، والبدنجانه بتستوي وتبقى زي الفل، وهتشوفوها كده معايا في الفيديو. قطعنا خضار. اللهم صل على سيدنا محمد. فصين توم على الرز، وكميه الرز مش كتير يعني، ما تكتريش الرز يعني. دول 3 كيلو ونص بدنجان وكيس كرنب، البنات عاملين حوالي كيلو ونص رز كده، وفصين 3 عليهم توم. اللهم صل على سيدنا محمد. وحط التوابل بتاعتك بقى. انا مش عارفه كمان والله هم حطوا على الصلصه ولا لا، استنى هنشوف الاحداث دلوقتي، مش عارفه حطوا عليها ولا ايه. وهننزل بالصلصه وقلبه، وما تنزليش بالصلصه كلها مره واحده، ممكن تكون انت مكتره عامله صلصه كتير، فخليها على جنب، مش هترميها، هتنفعك برضو في حاجات تانية. طيب ما حطوش لسه هم كده. ايه دي؟ كزبره اهي، كزبره جافه من اللي هي الناشفه. اللهم صل على سيدنا محمد. فلفل اسود كمان. ايه يا ولاد؟ كمون. لو عندك 7 بهارات حط، بتدي طعم جميل برضو. اللهم صل على سيدنا محمد. والملح. وقلبي بقى المكونات دي كلها مع بعضها، ودوقي حبه رز كده، شوفي حدق الملح معاكي عامل ايه. حبه شطه حط شطه، الشطه بتخلي المحشي يا ولاد جميل. يا سلام كده لو قطعتي قرن فلفل حامي على الخلطه الجميله ديت، او دجتها كده مع فصين التوم دول وحطيتهم فين؟ على الخلطه. وقلبي كده كويس، قلبي كده وظبط الدنيا، وما شاء الله كده. وزي ما بنقول لكم يا ولاد، يوم بيشيع يوم، ربنا كده يرزقنا ويرزقكم الخير ويديمها علينا نعمه يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد. وده كده حطوا حته فرشه كده اهيت، وقعدنا كده في الصاله هم زي ما انتم شايفين، وكده احسن حاجه. ما حدش دلوقتي الجو حار، اقعدي كده، بس اهم شيء افرشي مكانك حاجه، بحيث انك تخلصي تشيلي الحاجه تنفضيها، قطعه من القماش، لو عندك ورق جرايد. الناس اللي بتسال يا هنا انت جايبه ورق جرايد منين؟ ورق الجرايد ده يا جماعه بنجيبوه من السرجه، اي حد بتاع سرجه اللي ببيع الزيت والزيوت هي اسمها سرجي. احنا عندنا في الشهداء محل اسمه سرجة زغلول، بيبقى فيه الحاجات ديت. بس خلي بالكم اسعاره رفعت يعني. الجرايد دي احنا كنا مشتريها الكيلو ب4 جنيه، دلوقتي الكيلو عدى 30 و40 جنيه. فانا كنت فرشاه تحت الفراخ، فلقيت حد كاتب لي كده في تعليق انت جايباها منين، فهو احنا بنجيبها من عند بتاع السرج. وممكن اي حد بيبيع جرايد، بس خلي بالكم من ساعه التليفونات ما طلعت، والجرايد دي بقت يعني ايه، مش كتير زي الاول. فاسالي في اي محل سرج هتلاقي فيه، لو عايزه هات نص كيلو ولا حاجه مشي بيه نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد. هنعبي كده البدنجان في حله، المحشي الكرنب اهوت في حله، وبسم الله ما شاء الله كده زي ما انتم شايفين. الحاجه عايزه المعونه، وبالذات المحشي. شايفين العيال بقى شكلهم ملفين لهم محشي كده ومدينه له اهوت، مش عايزين. هات يا ست اهو، ايه كارما دي يا اولاد. ربنا كده يبارك لكم في اولادكم واحفادكم، ويرزقكم دايما الخير جميعا يا رب. ويا رب ترزق كل ولد الزوجه الصالحه، وكل بنت الزوج الصالح، ويرزق كل مشتاق الذريه الصالحه. الناس اللي بتقول عنا هنا بالذريه الصالحه، يا رب ترزقكم عاجلا غير اجلا، ترزقكم كده وتفرح قلوبكم جميعا. ما تنسوش اخواتنا في الدعاء، ربنا كده يرحم موتاهم ويشفي مرضاهم، وينصرهم نصرا يتعجب لها اهل الارض والسماء. ربنا ينصرهم نصرا عزيزا كده مباركا، ويفرح قلوبهم جميعا يا رب، وترزقهم الخير يا رب، ترزقهم الخير وتوسع عليهم كده يا رب، وترزقهم رزق وفير باذن الله اخواتنا بتوع غزه. امين يا رب العالمين. ببركه الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيبتي اللي بتقولي ادعي لاولادي هناء، هنقول لك كلمتين بس كده. اعملي حسابك ان العيال بالذات لما يبقوا ورا بعض او فوق روس بعض زي ما احنا بنقول كده بالعاميه، هما بيبقوا كده ناجر ونجير، بس انت خليكوا في وسطهم يعني، ما تسيبهمش، ما تخليهمش يندفعوا على بعض اكتر، ما يتطاولوش على بعض. خليك انت كده قاعده حكم. عيب اخوك الكبير، اخوك كده، خلي فيه حزم، ما تسيبهمش والاخر تقولي ايه هم بيشدوا مع بعض. لا، انت قاعده في البيت معاهم حكم. ما تخليهمش يخلوا ببعض كتير، عودوهم وعرفوهم ان هم كده يعني، ان الاخ ماليش غير اخوه. خليكي دايما غارزه فيهم الحته ديت. اما من ناحيه ان هم بيتزاجروا، هي العيال كلها كده، حتى خلي بالك، حتى والله لو واد وبنت مش ولدين، وربنا يهدي لك حالهم ويصلح حالهم ويوفقهم ويهديهم يا رب، تهديهم جميعا ويبارك فيهم يا رب. تهدي لنا اولادنا كده جميعا يا رب، يا رب تهديهم. خلي بالكم على طول في الفيديوهات من ادعي، لقيت يعني داخله امبارح يا هنا ادعي لاولادي يا رب تهديهم لك كده، وتصلح حالهم وتيسر امورهم هم واولادنا جميعا، تجعلهم سند لنا كده يا رب في الدنيا وفي الاخره، وما توجعهم في ايد حكم ظالم، تكفيهم شر اولاد الحرام وشر بنات الحرام، وتبارك لنا فيهم كده يا رب، يا رب تبارك لنا فيهم. ومعلش يا حبيبتي زي ما قلت لك، واحده واحده معاهم، خليكي كده معاهم ايه، واحده واحده. لا كده غلط، لا كده كذا، لا انا كده انا هنزعل، هاتي من ناحيتك انت كده، هنزعل منكم كده، انا مش هنبقى مبسوطه، انتوا كده بتزعلوني انا وبتغلطوا عليا، انا هنتعب نفسيا. خليكي متكيه عليهم من ناحيه الحته دي، تحسسيهم ان انت اللهم صل على النبي ما انتش راضي عن اللي هم بيعملوه، بمعنى اصح مش راضي عنه. فحاولي بقدر الامكان تغيري منهم، وربنا يعينك ويقويك. وخلي بالك هي خلفه الصبيان كده،
الله يعينك ويقويك عليهم الناس كلها والله العظيم. يلا ربنا يستر حالنا وحالكم كده يا رب، ويصلح حالنا وحالكم. هنزود كده المحشي، وخلوا بالكم الشوربه مش كتير. ليه هنقل زي ما قلت لكم دول الحله كبيره وفيها 3 كيلو ونص او 4 كيلو بدنجان وفلفل، فلازم تزودوا القعد. وهتشوفوه معايا في الاخر، يعني هتشوفوا المحشي مستوي 100 100 كده. الشوربه مش كتير. واول ما يغلي هدي عليه النار. الباذنجان عشان تستوي معاك وتبقى 100 100 لازم تزود القعد بتاعها كده شويه. وخلي بالك المحشي بالذات الباذنجان لما يستوي وهو فيه شكشاق ميه كده بيبقى جميل، لا يلزق في الحله وتلاقيه طالع كده مستوي 100 100. ومحشي الكرنب برضو زودناها اهو. خلي بالكم الباذنجان متزود عن المحشي الكرنب لان الكرنب شويه، اما الباذنجان زي ما قلت لك كتير. وغطي كده الحله وهدي عليها النار بقى. اول ما تغلي استوى معاكم 100 100 وفي شكشاك ميه، ده المطلوب. تيجي تغرفيه كده يتغرف معاك بسرعه. اللهم صل على النبي كده بتلاقيه دايب وزي الفل. مش هيعجن يا هنا، مش هيعجن. اللي خلاني اقول لكم كده، انا كنت عامله مقطع لرز كده منه على الفيس. ده المحشي هيبقى بلوزه، ده المحشي هيعجن. والله ما عجن ولا حاجه، وكان زي العسل. وهتشوفوه برده في اخر الفيديو. انا كنت قايله لهم هننزل لكم هنزل لكم مقطع المحشي وهو مستوي يا اولاد. كسفتونا يا اولاد، كسفتوا هناء يا اولاد. ده اللي تقول لك ده هيبقى بلوزه، ده هيبقى معجن. والله العظيم يا جماعه كان زي العسل. والرز مش هنقول لك لين، الرز مستوي ومفلفل. تعالوا بقى شوفوه معايا كده اهو. انت هتزودي تظبطي ملحك، تبداي كده. اللهم صل على النبي. اول ما يغلي هدي عليه النار. خلي بالكم البنات ما بتجيبش الفقرات دي كلها زي، يعني هم مصورين كده شايفين اهو. يعني ده لو معجن كان المحشي جرى مني كده وجع على الارض. شايفين وشايفين الحله يا اولاد اهي. والله العظيم تقولي ما انت عامله فيها حاجه اهو. تعالوا بقى نشوف المحشي مستوى ولا ايه. ده لو معجن زي ما قالوا والله العظيم ما كنت تلاقي صباع كله هيبقى ماسك في بعضه، هيبقى كتله كده. تعالوا بقى شوفوا الجمال. شايفين المحشي؟ اللهم صل على سيدنا محمد. الصباع بصباعه كده وبسم الله ما شاء الله. والرز من جوه مستوي وفي نفس الوقت مش معجن، فخلي بالكم الحته دي كويس. اللهم صل على سيدنا محمد. وده محشي الكرنب. يلا كده هز الحله هزه، وطبقين كمان وهنغرف فيهم. معلش بقى امبارح والنهارده عماله نغرف في الصاله، النور بيقطع يا ولاد. والله النهارده زي ما بنقول لكم قطع من 2 ل5. شوفوا لما يقطع من 2 ل5، فربنا يعيننا ويقوينا على اليومين الحر دول. يلا نغرف كده المحشي الكرنب. والبطه كده كسرناها وحمرناها. هنغرف طبقين شوربه، وربنا كده يبارك لنا يا ولاد ويبارك لكم. يلا كده بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. انا جيت لقيتهم مسويين. طب ما اتغديتوش ليه يا اولاد؟ قالوا والله احنا مرضينا نتغدى، استناناك لما تيجي. فربنا كده يبارك لنا ويبارك لكم ويهديهم جميعا ويصلح حالهم يا رب. يهديهم ويصلح حالهم. ونبدا كده نغرف محشي الكرنب كمان. وكده بسم الله ما شاء الله. تعالوا نشوفوا المحشي الكرنب استوى ولا ايه. اللهم صل على النبي كده مستوي وجميل وزي الفل معانا. يا رب يا ولاد يبارك لكم كده في اولادكم واحفادكم، ويرزقكم دايما كده الخير. البطه برضو كده شايفين مستويه صراحه ربنا. الاكل كان زي الفل ما شاء الله كده. تسلم ايديهم البنات، وربنا يصلح حالكم كده جميعا يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد. وده كان الغدا بتاعنا النهارده. يلا نغرف كمان طبقين شوربه. ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا. يلا كده اللي وصل معانا لحد هنا نشكره من كل قلب حبايبي واخواتي. انا جبت حسره للصلاه خلي بالكم.